عاملين ايه في الفيديو ده؟ هنشوف انهي احسن نموذج ذكاء اصطناعي ممكن نستخدمه، والمقارنة هتبقى ما بين شات جي بي تي، جيميناي، كوبايلوت. وطبعا هنخلي كل واحد يعمل لنا نفس الحاجة، صورة، كود، سكريبت، وهكذا. وهعمل لستة نقيم فيها كل واحد ونشوف هو ينفع ليه ايه. وطبعا كلهم احدث اصدار في الوقت اللي انا بصور فيه. وبس لايك واشتراك، وتعالوا نشوف انهي احسن واحد. وبس خلونا نبدأ بأول حاجة في شات جي بي تي. شكلي بالنضارة وحش بس عشان نشوف بوضوح. والجدول اهو، كل ما هنعمل حاجة هنقيمها. الجدول بتاع الصورة أحسن بكتير. فنبدأ بقى دلوقتي مع شات جي بي تي. خلينا يعمل لنا أول حاجة زي ما مكتوب في الجدول، وهي الصور. نخليه يعمل لنا صورة مثلا. دوس على الزائد، إنشاء صورة. نوصف له بقى الصورة. عايزين فكرة صورة. بص احنا هنجربها على كذا طريقة. نخليه يكتب صورة فيها كلام بالعربي، ونشوف انهي احسن ذكاء اصطناعي بيكتب الكلام بالعربي. وصورة احط له صورتي اقول له اعملها كذا، ونشوف هيقدر يحافظ على ملامح الوش. وصورة بمقاس اليوتيوب مثلا اللي هو 16:9، هنشوف هيعملها. وصورة كرتونية وصورة واقعية. انا كده قلت كام صورة؟ مش عارف، بس احنا هنبدأ مثلا نقول له. خلينا ندوس هنا. اعمل لنا صورة ثعلب في البرية، ونبعت. وطبعا برضو هنقيم الوقت وهنشوف هياخد قد ايه وقت. تمام، مخدش وقت كتير بصراحة. عمل الصورة يعني نقوله مثلا خد من 30 ثانية لدقيقة. الصورة هي شكلها واقعية. انا صح ما حددتش هي واقعية ولا لا، بس دي تعتبر الصورة الواقعية. هنطلب منه برضو صورة بنفس الطريقة بس كرتونية، نقول له اعملها لنا كرتونية، نبعت. عمل الصورة، يعتبر مخدش وقت مثلا 30 ثانية. نشوف الصورة مقبولة نوعا ما، مقبول. ماشي، هو كده في الصور دي حلو. نقول له اعملها بمقاس كذا. نقول له يعمل لنا صورة بمقاس كذا، مقاس اليوتيوب مثلا. اعمل لنا صورة بمقاس اليوتيوب. اعمل لنا صورة بمقاس اليوتيوب. طلع صح. اه خلص الصورة، عملها ثعلب برضو انا محددتش. بمقاس اليوتيوب تقريبا، ده مقاس اليوتيوب فعلا صح. طب نجرب واحد تانية بس بمقاس التيك توك اللي هو 9:16 العكس. اعمل لنا صورة مكتوب عليها لايك بمقاس التيك توك. ايه؟ اعمل لنا صورة مكتوب عليها لايك بمقاس التيك توك. احلى حاجة اللي هو بيحلل الصوت صح. اهو عمل الصورة، شوفها بمقاس التيك توك. شكلها حلو بصراحة، عجبني في الصور. يا ترى بقى وكمان العربي بتاعه حلو. يعني ما كنتش العربي اهو جه حظ وانا بقول له اعمل لايك. انا كنت لسه اكتب العربي، بس احنا عايزين نختبره في كلام اكتر في العربي. نجرب. اعمل صورة بمقاس الانستجرام مكتوب عليها اشتركوا في قناة مستر ويليو واعملوا لايك. اهو مشكلة برضو في شات جي بي تي انه بيدي حد معين. يعني جيميناي بيديك برضو حد معين بس بعد طلبات كتيرة قوي. يعني للأسف دي آخر صورة ممكن نعملها. أو ممكن لو دخلنا بحساب تاني، مش حساب تاني، عملنا اسمه ايه، المقاس. تقريبا مقاس انستجرام. اشتركوا في قناة مستر ويليو واعملوا لايك. اسمعوا كلامه. بصراحة عجبني في الصور. ان شاء الله الصور حلو، وكمان تصاميمه والخلفية اللي بيعملها من غير ما نطلبه منها بيعملوا حلو. حتى العربي مغلطش في حاجة. حلو قوي. نشوف يقدر يعمل لها صورة تانية. طب الصورة دي مثلا لو قبلها هنعملها بوشي، اروح احط له صورة ليا واجي اقول له الوصف. بس خليني احط له الصورة دي مثلا واطلب منه آه ركبني الموتوسيكل اللي ورايا اكني راكبه حقيقي وماسك كوباية شاي وعامل بايدي التانية لايك. عايزين نعجزه طالما دي اخر صورة. ليه خطأ؟ خدها الحمد لله. هيعمل بقى الصورة مع انه قال لنا لحد خالص. خطأ ليه يا عم؟ ليه طب؟ كلام كده بالانجليزي كتير انا مش فاهمه. للاسف حد معين. احنا عملنا كام صورة؟ عملنا 5 صور. عمل 5 صور في اليوم. نوعا ما ماشي في الصور، لكن مشكلته الوحيدة
حد، وللاسف احنا معرفناش بيعمل الصورة بالوش حلوة ولا لا. فبس بالنسبة للصور نقيمه كام في الصور؟ نيجي مثلا، بصراحة أنا شايف ان الصور بيعملها بشكل حلو. بصراحة انا ما اقدرش احكم عليه غير لما اشوف الباقي، بس خلينا نقول انه بياخد حد يومي، فبصراحة دي حاجة مش حلوة قوي. واي ذكاء اصطناعي ممكن يعمل نفس الصور وبحدود اكتر، فبصراحة ممكن ياخد 6 من 10. خلينا نكمل ونشوف باقي مميزاته. ماشي، عندنا مثلا لو دوسنا على الزائد التاني موجود ايه غير انشاء الصور؟ عندنا الصور اللي بنجيب في الكاميرا اللي بتصور، وملفات نقدر نرفع ملفات، وانشاء الصور. تفكير، بصوا انا هشرحها لكم، مش محتاجين نجربهم. التفكير دي لو انت طالب منه حاجة فهو بيعملها لك ويبحث لك بدقة، ماشي. ونفس الفكرة بتاعت التفكير، البحث التفصيلي والبحث في الويب لو عايز تبحث في مواقع. اوبن اي اي براي، مش عارف بصراحة ايه، مش عارف دي ايه. تعالوا نجربها ولا لا، هيدخلني في حاجة بقى وتحميل، فبلاش، تليفوني بيموت اصلا. لكن احنا قلنا هنختبر كذا حاجة. سكريبت مثلا، عايزينه يعمل لنا سكريبت لبداية فيديو عن مقارنة الذكاء الصناعي، نفس الفكرة. هنشوف السكريبت هيكون ايه. بصراحة أنا سكبيت حتة السكريبت والكود عشان حسيتهم كتار وهيضيعوا الوقت، وأنا سكبتهم في كله. لكن شات جي بي تي خد 8 من 10 في السكريبت، و 8 من 10 في الكود، وكوبايلت 6 من 10 في السكريبت، و8 من 10 في الكود، وجيميناي 7 من 10 في السكريبت، و8 من 10 في الكود. نروح بقى لآخر حاجة وهي مميزات كل واحد، وأنا عملت كده عشان الفيديو ما يطولش وما يكونش ممل على حاجات ملهاش لازمة. نروح بقى لآخر حاجة واللي هي مميزات أخرى. بصراحة أنا شايف إن دي ميزة أوي، إنه بيحلل الكلام، بيبعته على طول، وساعات بيكتبوا هنا لو كتبوا غلط تقريبا، معرفش فيه هنا حاجة. ماشي، دي دردشة مؤقتة، عارفها كانت في جيميناي. ما بص أنا لسه محدثه من شوية، ما كانتش موجودة، جت في جيميناي الأول، ماشي. فدي دردشة مؤقتة، دي أنت بتدخل تتكلم معاها عادي، ولما تخرج الدردشة ولكنها كانت موجودة بس. فحاجة حلوة. استنى بس، أنا عايز أعرف بتدعم حاجة. لو دخلنا بتدعم دي في جيميناي، ما يعني دي هقول لكم دي ايه دلوقتي. خلينا مثلا نشتغل عليها اهي. دي اللي هي المحادثة المباشرة. ما ينفعش. اهلا. اهلا وسهلا، ازيك؟ انا جاهز لاي حاجه عاوز تتكلم فيها او تسالني عنها. قول لي ايه في بالك. ايه رأيك في فكرة فيديو عبارة عن مقارنة ما بين 3 نماذج ذكاء اصطناعي، شات جي بي تي، جيميناي، كوبايلوت؟ حلوة الفكرة دي وممكن تجيب مشاهدات. اه طبعا، فكره حلوه جدا. المقارنه بين النماذج الشهيره زي تشات جي بي تي وجيميناي وبارد حاليا عليها اهتمام كبير جدا. ممكن تعمل تحليل لكل نموذج، تشرح نقاط القوه والضعف واستخداماته، وكمان لو تضيف امثله او تطبيقات عمليه هتخلي الفيديو ممتع ومفيد. بص انا ما اعرفش مين بارد اللي انت قلت عليه، بس انا قصدي كوبايلوت اللي تبع مايكروسوفت. كوبايلوت تقريبا. اه طبعا مفيش مشكلة. بدل بارد هتستخدم كوبايلوت من مايكروسوفت، فهتكون المقارنة بين شات جي بي تي، جيميناي وكوبايلوت. دي برضو فكرة ممتازة، خاصة ان كوبايلوت مرتبط اكتر ببرامج زي اوفيس. انا متحمس اشوف الفيديو ده منك. انت دلوقتي في الفيديو اللي انا لسه حكي لك عليه دلوقتي، تحب توصل رسالة للجمهور؟ فكرة حلوة جدا. ممكن اوصل رسالة ان الذكاء الاصطناعي بقى جزء اساسي من حياتنا، وان كل نموذج له مميزات واستخدامات مختلفة. فاشجع الجمهور انهم يفكروا في احتياجاتهم الخاصة، ويشوفوا اي نموذج يناسبهم من ناحية الدقة، التكامل مع ادواتهم، وسهولة الاستخدام. طب قول لهم اي كلمة كده، يشتركوا في القناة، يعملوا اي حاجة يا عم، طبل لي. طبعا، بعد ما تشرح النقاط دي ممكن تختم بفكرة تشجيعية زي انهم يشتركوا في القناة عشان يفضلوا بس عموما احنا عرفنا، وعنده مميزات ايه تاني؟ عنده بيحفظ الدردشات القديمة وكله تمام. نسخة البرايم، ساعات يا جدعان بيغلط في الأسئلة. خليني أقول لكم حاجة. اللي أنا حد كان بيذاكر معايا، ماشي، بيطلع شات جي بي تي، وتليفون تاني بيطلع شات جي بي تي، وتليفون تالت بيطلع جيميناي، ماشي، بيصوروا الشات جي بي تي بتاع ده بيطلع إجابات، وده بيطلع إجابات مختلفة عن ده، ونفس الامتحان ونفس الأسئلة، وده بيطلع حاجات تانية يعني، وجيميناي بيطلع حاجات تانية. من الصح الله أعلم، بس بصراحة اغلب الناس بسمعهم يقولوا اشترك في بلس شات جي بي تي لو عايز تاخد معلومات وحاجات ادق. بصراحة مميزات شات جي بي تي ما اكتشفتهاش، لكن اكيد المميزات الباقية في البلس.
ونروح بقى لكوبايلوت. نسيت اقول المميزات الاخرى بتاعت شات جي بي تي تاخد كام. 7/10 بصراحة. 7/10 شات جي بي تي. ونرجع بقى لكوبايلوت. ونجرب بقى الصور. ثعلب في البرية وتكون صورة واقعية. عملها بمقاس تقريبا ده مقاس التيك توك او اعرض شوية. بس الصورة حلوة. عاملة زي بتاعت شات جي بي تي، يعني متعرفش تميز هي. احلى حاجة اللي هو من غير علامة مائية. هو شات جي بي تي كان من غير علامة مائية، ملاحظتش بصراحة. اهو يتم انشاء الصورة. بصراحة هو ما خدش وقت في الصورة الاولى، يعني هو ظهرت وهو لسه بينشئها. انشاء صورة كرتونية لثعلب بمقاس اليوتيوب. اهو بصوا بتظهر ازاي. تقريبا برضو المقاس مظبوط. عايزين نجرب برضو اللغة العربية يعني. هو اليوتيوب. ماشي. نطلب منه ايه تاني يعمله لنا. نفس اللي طلبناه من شات جي بي تي يعني. بصوا شات جي بي تي عملها ومكتوب عليها لايك وحواليها كده حاجات كده وشكل لايك واشكال حلوه. هنشوف بقى ده هيكتب لايك بس ولا يعمل اشكال برضو زي شات جي بي تي. ما كتبش لايك بالعربي. اهو. لايك يا عم ظبطها. الصوره كانت تحت الانشاء يا جدعان، محدش يظلمه. لايك بس انا ما طلبتش الثعلب. طب نطلب واحده. ماشي. نقول له من غير الثعلب، يعني نتك بقى على الحته دي. انه يعملها لنا بقى بصورتنا. نشوف بقى يعرف يعملها لنا. اللي طلبناه في شات جي بي تي لكن الحد بتاعنا كان خالص. فنشوف بقى هنا يعرف يعملها لنا. تحت الانشاء. تحت الانشاء نستنى تخلص وارجع لكم. بصراحة هو بيطول في الصور شوية. بصراحة برضو برية وش لسه عربة. هو يا دوبك ما عملش حاجة غير الانشاء. واعملوا ابيك. الصراحة العربي بتاعه مش احسن حاجة. يعني اعملوا ابيك مش لايك. فمش احسن حاجة بصراحة. خلينا بقى نجربه في اخر واحدة في الصورة بصراحة. اللي هي الصورة بتاعتنا. نضيف له صورة. هو بدأ يعمل الصورة. قلت له نفس الفكرة بتاعت شات جي بي تي. جبن المكنة امسك شاي اعمل لايك. بدأ يشتغل على الصورة. شايفها هي عادي. بس هنشوف. يتم إنشاء صورة لشخص راكب المكنة وماسك كوباية شاي ويعمل لايك. أنا نسيت أقول له خلي الملامح زي ما هي. مش عارف هيظبطها ولا لأ. أهو خلصها. هو فعلا خلاه راكب المكنة وخلاه بمقاس حلو. حتى الملامح مغيرهاش قوي. وماسك شاي وعامل لايك. بصراحة عجبني في الصورة دي. لكن بالعربي بتاعه مش حلو قوي. فمش عارف بصراحة اديله ايه. فخلينا مثلا نقول 5/10. بصراحة ياخد 5/10. مع ان كان ممكن يعمل حاجة احسن من كده. نروح بقى للسكريبت بسرعة. نروح بقى دي واضح اللي هي محادثة مؤقتة. اسمها كده. بص هنا. التفكير بعمق، الدراسة والتعليم، بحث وكل حاجة مكتوبة عليها. عارفها. بس ما كانش شكلهم كده. الدردشة المؤقتة. والله كانت قبل ما اعمل التحديث ما كانتش موجودة. مش عارف هم بقى سرقوها من جيميناي. نروح بقى عندنا هنا. ندوس هنا. الزائد دي. خلينا نعملها بايدينا. عندنا انشاء الصور. انشاء مسودة. مش عارف بصراحة. بدء البحث العميق. دي عشان لو عايز تبحث ماشي. مش عارف ليه بيديك 5. ايه بودكاست ده. انشاء بودكاست. هنجربه دلوقتي. بدء اختبارات. بيعمل لنا اختبارات. بس قبل ما نجرب البودكاست. خلينا نعمل كده. اهلا. نروح البودكاست دي. بصراحة أول مرة أشوفها فهنختبرها دلوقتي معاكم. 3 عناصر متبقية. ليه بس 3 عناصر. بودكاست. إنشاء بودكاست عن فكرة البودكاست عن الزراعة ممتازة جدا لأنها بتجمع بين موضوع حيوي وبين هيكل البودكاست المقترح. مقدمة تعريفية. تبدأ بتعريف سريع. يعني كأنك برضو بتطلب سكريبت منه. بصراحة مميزاته الأخرى الصوت مش أحسن حاجة لكن مقبول. وهياخد 7/10 زي شات جي بي تي. نروح بقى للأخير. جيميناي. يلا. دلوقتي نروح لاخر واحد وهو جيميناي. عايز بس اوريكم حاجه اهي. المحادثه المؤقته. دي محادثه مؤقته برضو ما فيهاش اللي هي الفويس شات او المحادثه المباشره. اللي هي دي. ماشي. ودلوقتي نيجي. انا نسيت اقول لكم على المميزات بتاعه كوبايلوت لكن انتوا ممكن تشوفوها. لكن هنا بقى مثلا تعالوا اشرح لكم على السريع عشان حافظه اكتر من اي برنامج بصراحه. السريع ده بيجاوب بسرعه ويرد بسرعه. المفكر ده بيفكر شويه. بس بيديك حلول حلوه. ماشي.
وما بيطولش. البرو ده بقى بياخد وقت شوية زيادة على اللزوم وبيفكر. تحت بقى في مميزات البلس، مش عايزة تنزل مش عارف ليه. ندخل على الصور على طول. ماشي، نقول له هنا انشاء صورة، ونيجي نطلب منه الوصف. بص بيديك نماذج اصلا اللي انت تشتغل عليها وتشوف انت عايز تعمل نموذج شبه حاجة من دول ولا لا. بس احنا نقول له خلص الصورة. ننزل للصورة، صورة ثعلب ماشي في البرية وتفاصيل حلوة، لكن مشكلته هي علامة مائية. بصراحة دي حاجة مش لطيفة قوي، بس اهي عادي، برنامج ممكن تشيلها بأي برنامج. نطلب منه صورة تانية، صورة كرتون مش عارف هو ليه حاطط هنا علامة الحساب. بالتيك توك عملها باسمه ايه، بس انا ما طلبتش منه دي، بس هي حلوة ممكن نطلبها يشيلها وهيشيلها عادي. ندخل بقى على الصورة التانية. هو ليه عمل لايك؟ انا ما طلبتش الذكاء الاصطناعي ليه يا رب، ما طلبتش الثعلب، بس هو حلو العربي بتاعه حلو. طلبت منه اعمل لنا صورة بمقاس الانستجرام مكتوب عليها اشتركوا في قناة مستر ويليو اشي في مكان تاني. عملها لنا ايه ده، هو ليه حط واحد اشتركوا في قناة مستر ويليو اشتراك؟ انا مش عارف، ما طلبتش منه كل ده. خليها نرجع تاني. هي حلوة بس لو كان من غير راجل. لا ما تضيفش شخصيات، هو شال الراجل برضو. بس شايف انه الصور حلو بس هو محتاج وصف. انا بستخدمه بس بوصف له وصفات اكتر يعني للصورة اللي انا عايزها وبيعملها مظبوطة. نروح بس لصورة التانية اللي انتوا مش عارف شفتوها ولا لأ، اخر صورة اللايك. بس نروح بقى محادثة تانية جديدة. فنسيت اقول لكم الصور هنحطها. بصراحة هو بيعمل صور احسن من كده بكتير، فخلينا نحطه 7 دلوقتي عشان مش عارف هو ايه ده. انا 7 من 8 بصراحة، من 10. 7 أو 8 من 10، لكن انا حطيته، خلينا نحطه 8 عشان هو بيعمل صور حلوة والذكاء الاصطناعي بالمقاس اللي انت عايزه وبالحروف بالعربي من غير ما يغلط. وتفاصيل الوش ما بتتغيرش قوي غير ساعات وساعات وانا بستعمله. مثلا خليها بقى نطلب منه، انا نسيت اطلب منه اخر صورة قبل ما احط له الصورة واجي. بعت له نفس الصورة اللي كوبايلت عملها وبطريقة حلوة بصراحة من غير ما يغير الملامح، وكأني راكب المكنة او انا كنت راكب المكنة فعلا، وماسك كوباية الشاي وعامل لايك. بصراحة كانت حلوة. نشوف بقى جيميناي يعملها. قلت له نفس الوصف، فنستنى نفس الوصف. خليني من غير ما تغير الملامح. هو عملها، انا نسيت اقول له المقاس بس هو عمل مقاس ايه. انا قلت له راكب المكنه مش قاعد على المكنه. مش مهم بس هي حلوه بصراحه، فهو فعلا يستحق ال8. نروح بقى لمحادثه جديده. عامل ايه يا اسطى؟ احلى حاجه انه لما بيرد عليك في صوت. الحمد لله يا الحمد لله غالي، يا غالي، كله كله تمام. تمام. انت عامل انت ايه عامل ايه واخبارك ايه؟ واخبارك ايه؟ وايه اخبار وايه القناة اخبار القناة والشغل معاك؟ والشغل معاك؟ قولي، قولي، بتفكر في حاجة بتفكر في جديدة حاجة اليومين جديدة دول اليومين ومحتاج دول ومحتاج ندردش فيها؟ ندردش نسيت اقول لكم انه بيحفظ المعلومات والدردشات اللي انت بتتكلم فيها. طالما اللي انت لسه حافظهم موجودين فهو بيفضل فاكرهم. غير كده ما بيفتكرش حاجه، وبيفتكر انت كنت بتكلمه في ايه وبتعملوا ايه، ويبدا معاك المحادثه جديده كأنك صاحبه وحافظك. يعني انا لو قلت له اسمي ايه دلوقتي هيقول لي ميزو عادي. ماشي، نروح للمحادثه المباشره على طول نجرب. ازيك عامل ايه؟ اهلا بيك يا اهلا بيك غالي، يا انا غالي، بخير انا بخير وبأحسن حال وبأحسن الحمد حال لله. الحمد لله. انت اخبارك انت ايه؟ اخبارك طمني ايه؟ عليك. طمني هل عليك. في في هل بالك في اي في موضوع بالك اي معين موضوع حابب معين نتكلم حابب فيه نتكلم النهاردة؟ فيه النهارده؟ فكرة فيديو مقارنة ل3 نماذج ذكاء اصطناعي، شات جي بي تي، جيميناي، كوبايلوت. ايه رأيك في الفكرة دي وهل هتجيب مشاهدات؟ فكرة فكرة ممتازة جدا يا ممتازة غالي. جدا يا غالي. مقارنة بين مقارنة بين عمالقة عمالقة الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي حاليا زي حاليا شات جي زي بي شات تي جي بي تي وجيميناي وجيميناي وكوبايلوت وكوبايلوت موضوع مطلوب موضوع جدا مطلوب جدا وبيثير اهتمام وبيثير كتير اهتمام من كتير من المتابعين، المتابعين، لأن كل لأن واحد كل منهم واحد منهم بيتميز بنقاط بيتميز قوة بنقاط قوة مختلفة عن مختلفة التاني. عن التاني. عشان الفيديو عشان يجيب الفيديو مشاهدات يجيب عالية مشاهدات عالية ممكن تركز ممكن على تركز جوانب على جوانب عملية، عملية زي مثلا زي طب لو قلتلك دلوقتي انت في الفيديو ده تحب تقول حاجة للجمهور؟
لو أنا موجود في الفيديو أحب أقول للجمهور أهلا بيكم جميعا في عالم الذكاء الاصطناعي اللي بيتطور بسرعة الصاروخ. مهم جدا نكون عارفين أدواتنا كويس عشان نقدر نختار الأنسب لشغلنا أو دراستنا. تابعوا التجربة العملية عشان تستفيدوا بأكبر قدر ممكن وتقرروا بنفسكم مين الأفضل ليكم. يا جدعان نسيت اقول لكم ان دي اصلا مميزات الاخر، يعني انا ما كملتش السكريبت. عموما دي من ضمنهم بس هنقيمها في الاخر. دي من ضمنهم. نرجع بقى للسكريبت. بصراحة ما فيش حاجات كتير تتشرح ماشي، غير انه ندوس هنا بياخد برضو نفس الملفات والحاجة والصور والكاميرا. وهنا اسمه ايه، انشاء موسيقى. دي بقى اللي انا عايز اقول لكم عليها، انشاء موسيقى. انشاء موسيقى دي بقى بصراحة دي احلى واحدة. بيقولك عايز نوع الموسيقى عامل ازاي، بس احنا نقول له اعمل لنا مهرجان جامد مصري. بيعمل المدة 30 ثانية. ممكن تقول له الكلمات وهو اللي يعمل لك الأغنية بالكلمات اللي انت قلتها، والمدة بتكون 30 ثانية زي ما قلت لكم. وغير كده اللي انت بقى مميزاته في البرو كلنا عارفينها، فيو 3 بتاع انشاء الذكاء الاصطناعي، فده اللي يستحق فعلا تدفع فيه لو هتدفع ماشي. وده غالبا اجاباته بيجيبها صح لانه من جوجل. والصور بتكون غير محدود وبتكون ادق واحسن. وكمان ده الفويس اللي بتقول له اعمل لي اغنيه بيعملها لك على طول ومن غير وقت، وبيعملها بالمده اللي انت عايزها. مهرجان مليان طاقه وحماس. نسمع. يا ليل يا ليل احنا الجدعان كلامنا بدليل في اي حته نعمل احلى جو جميل. يلا بينا نفرح دي احلى ليله، دي فرصه ننسى الهموم الطويله. بص للباشا جاي من بعيد، عايزين المهرجان ده يبقى جديد. مهرجان جامد مصري يا ليل. جامد بصراحه، فمش محتاجه بقى مميزات اخرى. دي بصراحه هو اللي يقفلها 10/10. بس خلينا نقول 9/10. اكيد في عيوب يعني بقى، مفيش حاجه بتخلق. 10/10 لو نسخه برو بقى ودفع لها فلوس. وبس كده خلصنا. ان شاء الله الفيديو ما يطلعش طويل، عشان انا في كل برنامج اصلا 15 دقيقه وانا بختبره في كل حاجه. فان شاء الله الفيديو ما يطلعش طويل ويطلع قصير. وكده خلصنا. وانت بقى بالنسبه لك انهي نموذج ذكاء اصطناعي احسن ويستحق التجربه؟ انا دايما بستخدم جيميناي. انت بالنسبه لك انهي الاحسن؟ اكتب تحت في التعليقات. متنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس. وسلام. مش قلت لك انتظم؟